كده احنا متاكدين ان احنا هنكسب ونروح نكسب ونرجع. أنا عمار إمام من الجامعة البريطانية في مصر، وإحنا شركة جي مايند بنعمل ألعاب تعليمية باستخدام الواقع الافتراضي والواقع المعزز، وبنقدمها للأطفال في المدارس والحضانات من سن 3 ل 13 سنة على هيئة إيفنتس وورك شوبس. أنا أحمد سامي CTO أو الماسك التكنيكال، بدرس في الحقوق، دي الحاجة اللي أنا لقيت نفسي فيها، بس في نفس الوقت بحاول أركز ما بين الاثنين، وإن شاء الله يعني إن التجربة اللي إحنا بنقدمها تكون شاملة أكتر وأفضل للأطفال. احنا دخلنا الانكيبيتور بتاع الجامعه البريطانيه من 3 سنين. اول ما بدانا الفكره ساعدونا ان احنا نطور الفكره اكتر مع المنتورز والناس اللي قدروا يوفروهم لينا، وكمان الساينس بارك ساعدتنا ان احنا ننزل ايفنتس وان احنا ناخد فند وان احنا ندخل اماكن مختلفه، وفي نفس الوقت ان احنا نطور من المنتجات بتاعتنا بحيث ان هي تبقى مناسبه للسوق بشكل اكبر. انت جهزت الجيمز صح؟ موجود. كله جاهز. حلو، هنروح كده احنا متاكدين ان احنا هنكسب ونروح نكسب ونرجع. بعد ما خدنا ال 2 مليون جنيه الموقف ايه دلوقتي؟ هنكبر التيم ونزود المدارس يا ريت عشان ال 2 مليون دول نخليهم 100 فتاكل اكتر. ناكل. هتاكل بال 2 مليون كلهم؟ جعان. بعد ما كمل بعد بقى ما نكبر التيم ونزود المدارس نحل. ما انت بتاخد 2 مليون كبرهم هتاكل اكتر. انا عمر امام، فاوندر وسي او جي مايند. الاسك بتاعنا 7 مليون ونص، والنهارده هناخدكم عشان تكونوا جزء من رحلتنا ان احنا نغير شكل التعليم اللي احنا متعودين عليه بشكل كبير. خلينا نرجع كده للجنريشنز المختلفه. هنلاقي كل جنريشن كان عنده ترندز مختلفه وافكار مختلفه، وده ادى الليرنينج ستايل مختلف لكل جنريشن. ده لان كل جنريشن بيبقى ليه تحديات مختلفه. لو ركزنا اكتر مع جنريشن الفا هنلاقي تحديات كتير قوي بتواجهه في التعليم، من زياده استخدام الاي اي للكونسومشن الكبير قوي بتاع السوشيال ميديا، ادكشن الجيمز، التوتيشن فيز انكريز الكبير، الدروب اوتس بشكل جلوبال، وحاجات تانية كتير. هنا كان لازم ندور على سولوشن يكون فيه 4 حاجات اساسيه، يكون تك دريفن، يكون براكتيكال بحيث ان الطالب يطبق كل حاجه بشكل عملي، يكون افوردبل لكل فئات الطلبه، ويكون اتراكتيف وانتر اكتيف للسن الصغير. هنا ابتدى يظهر دور جي مايند. احنا بنعمل ايه؟ احنا بنعمل 3 دي educational جيمز بالمناهج الدراسيه باستخدام تكنولوجيا الجيميفيكيشن زي الاي ار والفي ار، وطبعا بنمبد فيهم كلهم الاي اي. كل ده في ايكو سيستم واحد، من اول الديجيتال وورلد لحد الفيزيكال وورلد جوه المدارس والحضانات. احنا بنتكلم على حجم سوق اكتر من 324 بليون دولار للتعليم عالميا، 11 بليون منهم للجيم بيزد ليرنينج، 1.7 منهم في مصر بس. احنا عندنا في مصر اكتر من 24 مليون طالب في المدارس، اكتر من 58 الف مدرسه. احنا بنستهدف الاطفال من سن 3 ل 13 سنه، حاليا شغالين في القاهره واسكندريه والجيزه بشكل مبدئي. عندنا 2 مين ريفينيو ستريمز، الاوفلاين باكجز اللي بنعملها للايفنتس جوه المدارس والحضانات، والاب سبسكريبشن سواء كان بي تو بي او بي تو سي. لو جينا نبص على الكومبيتيشن سين هنلاقي الكومبيتيتورز قليلين شويه في مصر، بس كل ما نطلع اكتر الكومبيتيتورز بيزيدوا سواء في المينا ريجن او جلوبالي. بس اللي بيميز جي مايند 3 حاجات اساسيه: الجيميفيكيشن سيستم اللي بنيناه السنين اللي فاتت فروم سكراتش، التكنولوجيز المختلفه المتنوعه اللي بنستخدمها، وان احنا بنجمع كل ده في ايكو سيستم واحد فالطالب يقدر يستخدمه في اي وقت واي مكان. خلال الفتره اللي فاتت عملنا اكتر من 100 ايفنت مع اكتر من 120 الف طالب باكتر من 35 جيم. عملنا بارتنرشيب مع اكتر من 35 بارتنر مع الكي بلايرز في الاندستري بتاعتنا زي اليو اس ايد، مكتبه اسكندريه، اليونيسف وغيره. عملنا اكتر من 50 الف دولار ريفينيو خلال الفتره اللي فاتت، وتم اختيارنا من ضمن افضل 50 ادتك ستارت اب في المينا ريجن. عشان نقنع ولي الامر ان ابنك ممكن يلعب ويذاكر في نفس الوقت ما كانتش حاجه سهله، احتاجنا نبني برسبكتيف جديد، بدا من الكوميونتي بيلدينج، الجيم ترايلز، البارتنرشيبس، الماركتنج، وحاليا بنبني الفول اوتوميتد ايكو سيستم بتاعنا. ده التيم بتاعنا باك جراوندز مختلفه ما بين البيزنس، التك، الاديوكيشن، وحتى الكيدز تريننج وحاجات تانية كتير. احنا الاسك بتاعنا زي ما قلنا 7 مليون ونص، هنستخدمه في السيلز، الماركتنج، البرودكت ديفلوبمنت، والار ان دي، ودي الطريقه اللي احنا بنغير بيها مفهوم التعليم اللي احنا اتعودنا عليه. دلوقتي لو كل واحد بص على البوكس تحتيه هيلاقي معانا حاجه اسمها ورك شوب ان بوكس، اجزاء مختلفه من الورك شوبس بتاعتنا ممكن تفضلوا تبصوا عليها. فيها اجزاء كتير من الجيمز الاي ار اللي احنا بنستخدمها، وكمان الفي ار. اوكي، عندنا مثلا ورك شوب للسبيس، ممكن كمان جوه البوكس في حاجات كتير قوي من الجيمز. احنا بيبقى عندنا في الورك شوب مثلا في السبيس بيبقى عندنا تارجتس اي ار مختلفه، كل ورك شوب جواها المانيوال بتاعها، بيبقى عندنا مور ذان 5 جيمز مثلا في الفي ار، وعندنا بوكلت اي ار، بيبقى عندنا بازل اي ار، بيبقى عندنا ماتشنج كاردز مختلفه تبتدي توصف بالشكل ده، وكل الحاجات دي كان بي سكاند باي الاي ار. انا محتاج دلوقتي انفايت التيم بتاعي، وانفايت كمان حد منكم ان هو يجي يجرب معانا الاكسبيرينس بتاعت الفي ار. ازيك يا عمر؟ ايه اخبارك؟ عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ اول مره طارق هنجرب الفي ار تجربه انه يطلع يشتغل، يمكن عشان فيها جيمنج ولا ايه؟ متحمس جدا صح؟
انا ممكن احكي لكم هو بيتفرج على ايه. اللعبه دي اسمها BCA فارونيك كيرز ادفنتشر، هي 4 ليفلز بتتكلم عن لعنه فرعونيه. تمام، محتاج ان انا اتعرف على معلومات فيها واجمع سيمبلز مختلفه عشان اتعرف على الحضاره الفرعونيه. اول ليفل بيتكلم ازاي الاهرامات اتبنت. تاني ليفل بيتكلم ازاي الزراعه كانت بتتعمل ايام الفراعنه. تالت ليفل بيتكلم عن فيضان النيل وازاي كنا بنبني السد عشان يحمينا من الموضوع ده. واخر ليفل بيتكلم عن التحنيط. حلو. جوه كل جيم بيبقى معانا جايد واحد في كل الجيمز اسمها جي، عشان كده الشركه بتاعتنا اسمها جي مايند. جي هي اللي بتجايد البلاير في كل الجيمز سواء كان BCA او كل اللعب التانيه. تمام. حاليا احنا عندنا في جي مايند اكتر من 35 لعبه عن السبيس، عن الانيمالز، عن الارث، عن الديناصورز، عن الفراعنه، عن الاناتومي. كل دي توبكس احنا بنقدمها وليفلز حسب سن الستودنتس. بالظبط، احنا بنشتغل من اول 3 سنين لحد 13 سنه اللي هو اراوند جريد 6 او جريد 7. الجيم مش بس بيبقى بيتفرج، هو بيبقى مطلوب منه تاسكس جامده جدا يا جماعه، جامده جدا. لا يعني عايز ارجع المدرسه وابتدي اذاكر بيها بصراحه. برافو عليكم يا عمر. احكي لنا يا طارق، طب شفت ايه في عالم الفيرتشوال؟ هو غالبا بنتكلم عن تاريخ بالظبط. فهو طفل بيتمشى جوه معبد. الانيميشن حلو جدا، السبيد حلو جدا، الVO حلو جدا. فلا بصراحه يعني معموله حلو جدا جدا جدا. طبعا الكونتنت اكيد هيبقى كمان معقد في حاجات ثانيه، بس برافو عليك. طب احنا هنبدا بميرنا، انت اللي عندك اسئله. انت قلت B2B وB2C. B2B ام اسيومينج انتوا بتعملوا ديلز مع المدارس، وB2C مع الستودنتس دايركت. يعني انت عندك 2 موديلز. ممكن بالزبط. تشرح لي شويه انت الريفينيو بتاعك هيجي منين ومن انه موديل اكتر؟ السنه ونص اللي فاتوا اللي اشتغلناهم كنا شغالين فقط B2B عن طريق الايفنتس ورك شوبس اللي بنعملها جوه المدارس والحضانات. فبنتعاقد مع المدرسه او الحضانه احنا بنبروفايد ليها ورك شوبس ديورنج السمستر المختلف على التوبكس على حسب الايدج. حلو. بعد كده المفروض ان احنا لما هنلانش الستور بتاعنا السنه الجايه هيبقى فيه سبسكريبشن بير ستودنت. فانا بيرنت هكريت اكونت وادخل ولادي عليه ويقدروا ياخدوا الجيمز المناسبه لسنهم. في نفس الوقت انا تيتشر في مدرسه هقدر اكريت اكونت للكلاس بتاعي ويقدر يقدر ياخدوا برضو الحاجه، وانا كبيرنت او تيتشر عندي الداشبورد اللي بتمونيتور كل ده. هاني. طيب انا عندي سؤال الاول. هو انا كل ما اقول هاني حد يدخل. انا عندي سؤال مهم يعني اصل سؤال عائلي يعني له اولويه. دلوقتي انا بنوتي الصغيره في جريد 4 تمام، ومطلعه روحنا بالجيمز. يعني بنقعد سنتين مثلا في جيم ماسكينه وما بنسيبوش. ازاي بقى هتقدر تقنعها ان ده يبقى كونسيستنتلي معاها؟ يعني انا افضل الحاجات دي طبعا وان الحاجات دي، بس هل هتقدر تبعد الاطفال عن روبلوكس وعن الحاجات الثانيه الجيمز الثانيه اللي واكله دماغهم؟ هي ازاي نقدر نعمل اول اباوت كومبيتيشن اند جيميفيكيشن. هو في الاخر طول ما الستودنت عنده ريورد وعنده كومبيتيشن مع الكلاس بتاعه هو عايز يجو ستيبس اكتر عشان يبقى احسن من زمايله، في نفس الوقت ياخدوا سكورز اكتر وياخدوا رصيد ويستخدموه في حاجات. هو بالظبط يعني في انتر اكشن. هو ده الجيميفيكيشن سيستم اللي احنا عاملين بيه البلاتفورمز كلها. عشان كده احنا بنقول ان احنا عندنا ايكو سيستم واحد كل الحاجات دي كونكتد مع بعض بتبيلد بيها بوينت. الجيميفيكيشن بشكل عام ده 2002 نايك بيلينج صح؟ هو اللي طلع المصطلح ده، ونسبة النمو فيه سنويا حوالي 28%. مرعب. حجم السوق 10 مليار دولار، متوقع في 2032 يوصل ل 132 مليار دولار. فاحنا بنتكلم على موضوع كبير. هاني بقى لا وجلوبالي يعني احنا مايكروسوفت مثلا ماينكرافت يعني هو ده الدايركشن ان اديوكيشن. هاني هيسال هاني ومدير ما سالوش ايه البوينت اللي انتوا شايفينها دي نقدر نقول عليها بوينت اوف ديفنسابيلتي؟ يعني دي البوينت اللي انت هتحميك من الكومبيتيشن. ان اديشن حاجه مهمه قوي، اغلب الحاجات النهارده اللي شغاله على الجيميفيكيشن اغلبها رايح للفريميوم موديل، يعني بيجنريت الريفينيو بتاعه او بياخد الريفينيو بتاعه من الاناليتكس، من بارتنرشيبس، من حاجات كتيره قوي، ومش بياخد فلوس دايركت من اليوزر يعني. اوكي، احنا الجزء الديفنسبيليتي الاساسي عندنا هو جزء التكنولوجيز المختلفه وجزء البارتنرشيبس. احنا الحمد لله ابتدى يبقى عندنا ماركت شير كويسه في السوق، عندنا بارتنرز في اماكن كتيره بقى ماضيين كونتراكتس لسنين مع مدارس. يعني احنا مثلا فور ايفنتس احنا بوكد انتل الاند بتاعت الاديوكيشنال يير 2025 اوكي، طول التو سيمسترز. فاحنا بوكد في الفتره دي كلها، فاحنا اوريدي عندنا بارتنرز وباسامي كبيره في الاندستري. يعني احنا مثلا بقى لنا 3 سنين اللي مسؤولين عن جزء الفي ار بتاع مكتبه اسكندريه، تمام، اللي ليه علاقه بالسن ده. فاحنا اوريدي عندنا بارتنرشيب تدينا اسبقيه شويه في الماركت، مع جزء ان احنا مش بنعمل سوفت وير فقط، احنا بنعمل فول جيميفيكيشن اكسبيرينس. انا النهارده شغال اي ار في ار، بكره ممكن يطلع تكنولوجي جديده هشتغلها برضو، ان انا في الاخر بقدم جيميفيكيشن سولوشن وات ايفر التكنولوجي. هدير اخر سؤال وان ولا اوت بعد كده عشان الوقت، بس العداله ما بين كل الفرق. احنا عندنا 5 فرق،
بص انا اكتر حاجه عجبتني ان انتوا اوريدي اشتغلتوا اوريدي عملتوا البروجكتس اللي عملتوها دي كانت ايه البروفيت مارجن بتاعكم عليها؟ احنا البروفيت مارجن بتاعنا ما بين 30 ل 35%. 30 ل 35%. فانت يو اوريدي جنريتد بروفيتس على البروجكتس دي. يس فانت بروفيتبل. يس. تمام. هدير يلا ان ولا اوت، وهتدفعي كام او مش هتدفعي؟ ان 300,000. ميرنا. ان طبعا بس انا ان بكذا حاجه. ان ب 400,000. اوكي. وشفت اكشلي اون ذا سلايد انتوا كنتوا كاتبين فاوندرز هاب، فانا عايزه اعرف انتوا اوريدي في مايكروسوفت فاوندرز هاب يس دخلتوا. بقى لنا سنه ونص بس. فذس از اميزنج، فده ديفينتلي دي حاجه هنسبورت بيها. حاجه تانية عايزه اعملها معاكم، احنا عندنا education تيم في مايكروسوفت هنا في مصر، وبيشتغل مع مدارس اكشلي وجامعات فانا بعد الحلقه تعالي لي الكونكت مع الاديوكيشن تيم، لان هو ممكن بقى يدخلوكوا في حاجات تانية زي personalized learning، حاجات بتاعه الاي اي يو كان اكسباند من هنا. مايكروسوفت. هاني. ان كام؟ 100. كده 800,000. شلبي. انا ان طبعا عندي مصلحتين، احط فلوس واخد الجيمز البناتي اوكي. انا جاي هنا اعمل مصلحه يعني. اوكي. فانا ان 400,000 زي ما. طيب احنا فوق المليون بيبقى فيه شير من صندوق معاكم، انتوا موافقين على كده ولا لا؟ اوكي. شباب موافقين؟ تمام، لان احنا وصلنا 1,200,000. طارق. طيب وانت عارف ماكسيمم 1,500,000. كمل ال1.5 300,000. 1,500,000. ألف مبروك فريق جي مايند الجامعة البريطانية، 1,500,000 جنيه دعم من جينزي تحدي جامعات. مبروك. مبروك يا شباب. اتفضل.